به بعد ثقب هذه العلبة سوف نعلق هذه القطنة في هذا السلك. بطبيعة القطنة لا يجب أن تصل إلى قاع القارورة أو البقال. هو في الحقيقة هذه القارورة تسمى بقال. البقال هو قارورة فوهتها متسعة، بقال. وهذا هو كمية القطن، قليل من القطن. سوف نعلقه داخل البقال. سوف نأخذ الكحول إذن، وسوف نأخذ ماء الجير. هذا هو ماء الجير. نلاحظ الآن ماء الجير هو صافي، صافي. نسكب قليل من الماء الجير داخل العلبة. حسنا، وضع هذه القطنة داخل قارورة الكحول قبل إشعالها. إذا هكذا نخرج القطنة، نغلق قارورة الكحول، يجب غلقها قبل التجربة جيدا. نشعل القطنة بحذر. لقد تم إشعال القطنة، وسوف ندخلها داخل القارورة. عندما نحاول إدخال القطنة فإنها الشعلة سوف تنطفئ، لأن ليس هناك هواء كافي كي تشتعل بداخل البقال. ولكن ماذا نلاحظ عندما نغلق؟ ماذا سوف نلاحظ؟ ظهور قطرات الماء كالعادة على الجدار الداخلي للبقال. ثم ماذا سوف يحدث لماء الجير؟ نحرك ماء الجير. انظر، ماء الجير تعكر وظهرت قطرات من بخار الماء داخل الجدار الداخلي للعلبة. إذن هذه هي عملية احتراق الكحول، وهو احتراق تام يعطي بخار الماء وثاني أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير. ننتبه جيدا عند إشعال قطنة الكحول. في البداية لا يجب أن نغلق البقال مباشرة،